ديت عشان ما تفكرش فيها في الوقت الجاي، لان اي تفكر بتقلب لتعلق فيما بعد. طيب الحل الثاني، تجيب ورقه وتكتب فيها السلبيات اللي كانت بتعملها معاك، اي موقف انت عديته وانت مخنوق من الموقف ده، اي حاجه انت عديتها وانت ما كنتش راضي عنها، تبدا تكتب المواقف اللي عصبتك فيها وتحطها في ورقه خارجيه. ليه؟ لان انت عندك منطقتين في دماغك، نتكلم بالعربي، في منطقه اللي هي مسؤوله عن المشاعر والكلام ده، المنطقه الثانيه مسؤوله عن اللي هي البرفونتال كورتكس او منطقه الوعي. انت هنا لما تفتكر او تحن لها تقوم جايب الورقه ديت وقراها، عقلك الجزء الاقوى فيه هو الجزء البرفونتال كورتكس او الجزء التحليلي، فبالتالي الحته التحليليه ديت هتقضي على اي مشاعر وتقطع التفكير ده نهائي. حاجه كمان، ما تكبتش اي مشاعر جواك، ما تكتمهاش جواك، مش قادر تفضفض لحد، فضفض في الكومنتات هنا. والله بجد لما انت تحكي قصتك اللي خانقاك هنا انت بتعمل حاجتين، فك الكبته ديت، وخلي بالك هي فعلا كبت، دي حاجه تانية انت هنا بتمنع انك تفكر فيها، او لان المشاعر ديت فيما بعد تتحول لافكار، سيارات عصبيه ماشيه في دماغك، فبالتالي افكار معناها تعلق زياده، احنا وصلنا طبعا يا باشا. فبالتالي لما تفكر فيها او حاسس انك مخنوق عشان هي مش موجوده، تبدا تحكي بينك وبين نفسك او هنا في الكومنتات، اشاركك بقصتي برضه. طيب هنا خلصنا من جزء تعلق، لان اغلبكم مش فاهم بيتكلم في ايه. تعال نخش بقى على الجزء الثاني الالعن في التخلص منه هو الحب. اما بقى لو كان حب حقيقي فهنا الموضوع يختلف، هنا العقل يبدا يشوف، يقارن صورته قدام نفسه، انا عملت ايه غلط عشان الشخص ده يسيبني. كان بيشبهوها شفت انت لما يكون معاك لعبه كده واللعبه دي تتكسر منك، فانت